يلا نرغي شوية شوية. رغي بلا هدف، بس في الأول كده عايزة أقول لكم على حاجة. اشربوا مية، اشربوا مية، اشربوا مية كتير. عوضوا السوائل اللي بتنزل من جسمنا نتيجة للحر والجو الصعب اللي احنا فيه ده. اشربوا مية على قد ما تقدروا، اشربوا مية. أحسن من المياه الغازية وأحسن من العصاير. المية مفيدة. المية بتعمل نضارة للبشرة. المية بت... بتجري الدورة الدموية في الجسم. المية لو انت عندك مية زيادة في جسمك، كتر شربك المية هتقدر تنزل المية زيادة اللي في جسمك. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اشربوا مية. الرغي بتاعنا النهاردة مش عشان شرب المية خالص، بس انا المرة اللي فاتت طلعت بعصير اصلا، قلت المرة دي اطلع بحاجة مفيدة اكتر، فاطلع لكم بمية. الرغي النهاردة بقى على كمية الرسائل، برغم يعني أنا عاملة فيديو مثبت على التيك توك. في رسائل كتير. هو يعني لايف كوتش يعني إيه؟ طب هو انت بتعملي ايه؟ طب هو انت خريجة ايه؟ طب هو اي حد ينفع يبقى لايف كوتش؟ طيب يعني عبارة عن ايه؟ يعني ممكن تقول لنا. انا بقى يعني ساعات كتير برد على الرسائل دي، وساعات يعني بقول يا جماعة ما انا سايبة يعني. فقلت بقى ايه، بما اننا كده كده بنعمل رغي بالهدف، فنطلع نرغي النهارده كده شوية. مبدئيا آه الكوتشنج عايز حد بيسمع اكتر ما بيتكلم. لاني انا بقعد اسمع العميل وباخد من الكلام اللي هو بيقوله واساله اسئله. طب انت دارسه علم نفس؟ لا، هو انا مش دارسه علم نفس، انا خريجه كليه الألسن جامعه عين شمس. معايا ماجستير، معايا ماجستير، بس الماجستير بتاعي مش في الألسن، الماجستير بتاعي ولا في علم النفس، الماجستير بتاعي في اداره الاعمال. آه بدأت في دكتوراه، ربنا يسهل وادعوا لي اكمل. الكوتشنج انا خدت فيه كورس مع دكتور معتمد، دكتور شاطره جدا، ممتازه. وبقيت لايف كوتش. طبعا الكورس اللي اخدته محتاج حاجات تانية كتير تثقله زياده، بس الحمد لله اللي انا اخدته يعني مخلي الدنيا كويسه. انا مش اخصائي نفسي ومش طبيب نفسي، فما ينفعش حضرتك تبعت لي مسج تشتكيني من حاجه معينه وتقولي وصفي لي علاج. ما ينفعش يا جماعه اي حد يوصف علاج الا الطبيب، طبيب نفسي خريج كليه طب. الطبيب النفسي بيبقى عارف انت جسمك عباره عن ايه، وبيبقى شايف انت محتاج ايه ادويه مع الجلسات النفسيه اللي بيعملها لك. طبعا الاخصائي النفسي برضه ما ينفعش يوصف عليك. اوعدكم لو اخدت كورس في علم النفس ممكن اضيف الاخصائي النفسي لللايف كوتش بعد كده، بس انا حاليا لايف كوتش بس. لايف كوتش معناه، ترجمته باللغه العربيه يعني مدرب حياه. ايه بقى مدرب الحياه ده بيعمل ايه؟ مدرب حياه ما بيتكلمش عن الموضوع، هو بيتكلم عن الحياه اللي انت ماشي فيها. يعني انت آه، لو في حاجة مضايقاك في الوقت الحالي ممكن تجيله تقعد تتكلم معاه يساعدك توصل لحل. مش عارف تنظم وقتك، ممكن تجيله يساعدك. مش عارف تحقق أهدافك، ممكن يقعد معاك عشان تعرف تحط الخطط. اللايف كوتش هو حد بيساعدك ان انت توصل للقرار اللي انت عايزه، ان انت تحط الاهداف اللي انت عايزها. انا بساعدك، مش انا اللي بعملها. في فرق. ايه ده؟ يعني انا هجيلك وانت مش هتعملي لي حاجه، مالكش فايدتك ايه؟ فايدتي هتعرفها لما تيجي. بساعدك انك تتكلم، انك تتكلم بصوت عالي وتسمع نفسك وانا بسمعك. اللي انا بسمعه منك يخليني اسالك اسئله معينه تقدر توصل بيها للي انت عايزه. ووارد جدا انت تبقى جاي حاطط في دماغك ان في مشكله ما عايز لها حل، واثناء الجلسه تكتشف ان مش هي دي المشكله الحقيقيه. من كلامي معاك تكتشف ان انت عندك مشكله تانية خالص وانت فاكر ان هي دي مشكله. فده في حد ذاته نتيجة من الجلسة، انك جاي بمشكلة ما، لكن لما قعدنا اتكلمنا طلعت بحاجة تانية خالص وعرفت ان هي دي الاساس. فانت كده وصلت لحاجة. اللايف كوتش بينور لك عقلك. انت من كلامك معاه
والاسئله اللي بيسالها لك هو بينور لك. بتسمع نفسك بصوت عالي. كتير لما بنتكلم مع نفسنا او بنتكلم مع حد بنلاقي فجاه كده في حاجه نورت في عقلنا، في فكره جت على دماغنا، كنا قاعدين نفكر كتير مش عارفين نوصل لحل الحاجه، بس مجرد كلامنا مع حد خلينا نعرف نوصل لحل. اللايف كوتش بيساعدك في انك تعرف تمشي في حياتك. الجلسات حاليا انا بقدم جلسات اونلاين عشان ما عنديش مكان بعمل فيه جلسات، فانا بعمل الجلسات اونلاين عن طريق برنامج زوم، عن طريق الماسنجر، اي برنامج فيه فيديو كول بنتفق عليه وبنعمل الجلسات. طبعا الجلسات تبقى مدفوعه. مدة الجلسة بتبقى ساعة، ممكن تبقى مرة كل أسبوعين، مرة شهريا، على حسب احتياجات العميل وعلى حسب اللي هو عايزه وعلى حسب الخطة اللي احنا هنحطها أنا وهو علشان نشتغل عليها. طبعا بيبقى فيه سرية تامة، مفيش أي حد بيعرف أي حاجة عن العميل بيقوله لي. ودي أهم ما في الموضوع، الثقة، إن يكون في بيني وبين العميل ثقة. لأني لو مفيش بيني وبينه ثقة هو مش هيقدر يطلع لي حاجة، مش هيقدر يتكلم بحرية، مش هيقدر يتكلم براحته. فلازم يكون بيني وبين العميل بتاعي ثقة. والحمد لله على مدار الجلسات اللي أنا عملتها مع سيدات أو رجال أنا حزت على ثقتهم، وعندي عملاء الحمد لله. لو مش بنتكلم كل شهر على حسب يعني العميل، على فترات متباعدة بيتصلوا ويبعتوا لي وبيبقوا عايزين يعملوا جلسات. هتقولي لي طب انت بتحددي منين ان العميل محتاج كام جلسة؟ دي على حسب المشكلة اللي عنده. وارد جدا المشكلة اللي عند العميل تخلص في جلسة، فاحنا ما نبقاش محتاجين جلسات تانية. وارد يبقى عنده كذا موضوع فنحتاج جلسات تانية. وارد لما نخلص الجلسات خالص ويحس ان خلاص الدنيا تمام معاه ويعرف يمشي، ممكن بعدها فترة يبعت لي يقول لي يا كوتش انا محتاج اعمل جلسة عشان عندي موضوع ما. فتمام، هي دي مش حاجة ليها قواعد وليها شروط، دي حاجة على حسب العميل هو عايز ايه وعايزه امتى، وبنشتغل عليه. ولما العميل بيلاقي نفسه ان هو اوكي وخلاص هو مش محتاج حاجة، نبقى خلاص. وانا ككوتش لما احس ان العميل اللي قدامي بقى خلاص مش محتاج ان يعمل جلسات تاني، في ناس بتقولي احنا عايزين نعمل جلسات تاني، بقول لهم لا خلاص انتوا مش محتاجين، خلاص الدنيا بقت تمام معاكم. بعدين قدام شوية لو في حاجة كبيرة، لكن على الوضع الحالي اللي انتوا وصلتوا له، جو اهيد انتوا تعرفوا تكملوا كل حاجة. اتمنى ان انا اكون في الفيديو ده الرغي النهارده يكون بهدف، واكون عرفت اوضح لكم الكوتشنج وان في فرق بينه وبين الاخصائي النفسي والطبيب النفسي. ويا جماعه ما تطلبوش ان اي حد يكتب لكم عليه، اللي عنده مشكله نفسيه يروح لطبيب نفسي. وعلى فكره انا كلايف كوتش ممكن اروح للايف كوتش زميل او زميله لو انا عندي مشكله. ساعات كتير انا ممكن اكون في عندي حاجه انا مش عارفه اوصل لها، مع ان الكوتشنج فادني ان انا بقيت بعرف اشتغل على نفسي في حاجات كتير. بس وارد جدا لاني انا بني ادم وبشر ممكن اروح لايف كوتش زميل اعرض عليه مشكله. every life coach needs a life coach. كل لايف كوتش عايز لايف كوتش. كلنا محتاجين لبعض. مش عيب انك تروح للايف كوتش، مش عيب انك تروح لاخصائي نفسي، مش عيب انك تروح لطبيب نفسي. زي ما بتروح لطبيب عشان انت عندك مشكله عضويه، النفس البشرية دي حاجة ربنا خلقها جوانا نتيجة للضغوط والمشاكل والظروف الحياتية اللي احنا بنمر بيها، فاحنا محتاجين حد يساعدنا، محتاجين حد ياخد بإيدينا. أتمنى إن الفيديو ده يكون كان فيه شرح وافي وتكونوا استفدتوا، ويا رب ما الاقيش عندي رسائل تاني بتقول لي هو انت بتعملي ايه بالظبط.